السلام عليكم. اليوم رح أقدم البطيخ بطريقة 5 نجوم، طريقة كتير سهلة ومميزة جدا. تابعوني لحتى تستفيدوا. منسمي بسم الله ومنبلش. أكيد عندي طاولة العمل نظيفة ومعقمة، أنا عقمتها بالخل الأبيض، وقبل ما عقمها بالخل الأبيض عند الطاولة غسلتها كتير منيح ونشفتها ورجعت عقمتها بالخل. كرمال هيك أنا رح أشتغل على طاولة العمل بكل أمان. قصيت البطيخة بهيدا الشكل بالنص، منرجع منقصها بهيدا الشكل. رح اخد اول قسم من البطيخة مثل ما شايفين. مثل ما قلت لكم طاولة العمل عندي نظيفة ومعقمة، واكيد مغسلين دينا ومعقمينهم قبل ما نبلش بالشغل. منقص بهيدا الشكل، منرجع مناخد القسم الفوقاني ومنقصه شوي شوي بهيدا الشكل. شوي شوي منصير منعمل بهيدا الشكل، منشيل هيدا القسم من فوق مثل ما شايفين أحبائي. شفتوا بهيدي الطريقة؟ تعلموها، طريقة كتير سهلة. بحال عندكن ضيافة عازمين ناس لعندكن بدكن تقدموا البطيخ، أكيد البطيخ بيتقطع قبل بوقت وبينحط بالبراد. شوفوا شو عملت، بصير بقشر البطيخ من هيدا القسم كلياته. هلأ القشر كله بدي شيله من هيدا القسم وكمان أو من هيدا القسم، وهيدي كمان بدنا نشيل البياض كلياته بهيدا الشكل. هيدي الطريقة طريقة 5 نجوم، بتتقدم بأفخم المطاعم. كل هيدا القشر الأبيض كلياته بدنا نشيله ونحن عم نشتغل، مننتبه على طريقة العمل كرمال السكينة. حبيت اشتغل على مهلي وفرجيكن كرمال تحفظوها للطريقة، ما حبيت اني اقطع ابدا المقطع. هلأ هيدي رح شيلها حطها على جنب. شفتوا كيف صارت عندي؟ بسمي بسم الله وببلش بقطع. هون عندي اول طريقة لتقديم البطيخ. اليوم بدي اقدم لكم كذا طريقة، هيدي اول طريقة. أحبائي، إذا بعدكن مستمرين معي لهلأ خبروني حضراتكن من أي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو. هيدا الموضوع بيسعدني جدا. إذا كنتوا جداد وبعدكن ما اشتركتوا بالقناة شو ناطرين؟ بسرعة اشتركوا بكبس كلمة اشتراك أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس الأحمر. بهيدي الطريقة بتكونوا اشتركتوا بالقناة وأكيد كل الفيديوهات الحلوة رح توصلكم. قصيت هيدا القسم من البطيخة، جبت هلأ سكينة صغيرة لأقدر إني أشتغل فيها بكل الريحة. برسم عين أول شي وبصير بفضيها من الداخل. بتحسوها صعبة بس هي كتير كتير سهلة.
وإذا ما قدرتوا تحفظوها بكل سهولة بنقدر نفتح على الفيديو ساعة اللي بدنا، أو فيكن تنزلوا الفيديو عندكن وتحتفظوا فيه، وساعة اللي بدكن تحضروه وبتشتغلوا مباشرة بالبطيخة وبترسموها مثل ما عم بعملها. عن جد طريقة مميزة كتير كتير حلوة إنه تنعمل وقت يكون عنا ضيوف، نقدم البطيخ بفكرة حلوة بشكل جديد بشكل مميز غير عن الطرق التقليدية. وقت نقطع البطيخة هيك شرحات شرحات، فهون الطريقة بتختلف كليا. فبتمنى انكم تجربوها، عن جد طريقة كتير حلوة ومميزة جدا. ومن ما اجا لعندكم رح يسألكم كيف عملتوها، لأنه عن جد كتير كتير مميزة. رح فضيها كلياتها مثل ما شايفين بهيدا الشكل وزبط النجمة. هلأ طلع عندي 4 زوايا، من كل زاوية رح اخد قطعة صغيرة بهيدا الشكل، وهيدي الزاوية التانية مثل ما شايفين بقطعها بهيدا الشكل. كمان هيدي الزاوية كمان رح اقطعها شوي شوي مثل ما شايفين أحبائي. وهيدي رابع زاوية كمان بعملها بنفس الطريقة. نحن بعدنا هون عم نرسم بعد ما شلت الزوايد كلها، شفتوا؟ هلأ هيدول الزوايد البيضة شلتها كلياتهم. بعد ما شلت الزوايد الموجودة من جوا برجع بعملها من تحت بهيدا الشكل، شفتوا؟ كمان من هون يعني محل كل زاوية أو محل كل مثلث طالع معاي بعمل رقم 8 مثل ما شايفين، ولا أسهل من هيك. وين الشير للفيديو؟ بسرعة اعملوا شير لكل أصحابكم لكلهم يستفيدوا من هيدي الفكرة اللي كتير حلوة، عن جد كتير حلوة. الاسم التاني من البطيخ رح أعملها بهيدا الشكل، قصيتها بهيدي الطريقة. برجع بذكر عندي طاولة العمل معقمة ونظيفة. هلأ هيدي الطريقة كتير سهلة، نعملها بهيدي الطريقة مثل ما شايفين. بتصير عندي شجرة صغيرة كمان من جديد بهيدا الشكل، بعملها كلياتها ولا أسهل من هيك. عندي صحن كبير هو يلي بدي أقدم فيه البطيخ، هحطهم بهيدا الشكل أحبائي مثل ما شايفين. وهون عندي الصحن صار جاهز، وأكيد بدنا نقدم حده الفواكه مثل الموز، المانجا، التفاح، الفريز. يعني طاولة حتكون كاملة متكاملة من الفواكه، بس يلي رح يزين عندي الطاولة صحن البطيخ المميز. إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة بسرعة اشتركوا ليصلكم مني كل جديدة. هيدا كان فيديو اليوم أحبائي، إن شاء الله تكون فكرة اليوم حبيتوها. أنا هلأ بدي ودعكم مع تحياتي، رح اشتاق لكم للفيديو القادم. بوساتي كتير كبيرة لإلكم، بس قبل ما تودعوني بسرعة خبروني انتو من أي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو. إلى اللقاء.